الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأسماء الحسنى والصفات العلى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله سيد الورى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الصائمون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والذي يعطينا الضمان المعيشي لنا ولذريتنا في التقوى والدعوة إلى الله فيقول سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وأحذر نفسي من مخالفة أمره وعصيانه ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أيها الأحباب الكرام حياكم الله جميعا طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أسأله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الآخرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك ومولاه أيها الصائمون القائمون الراكعون الساجدون ها هو شهر رمضان قد عزم على الرحيل والانصرام ها هي العشر الأواخر من رمضان قد أهل علينا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره يعني اجتهد في العبادات والطاعات وقيل كناية عن الابتعاد عن النساء شد مئزره وأيقظ أهله وأيقظ زوجاته وأهله وكان يذهب إلى بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها ويطرق على بابهما ويقول لهما ألا تقومان ألا تصليان وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله وأحيا ليله أحيا ليله في ماذا؟ في طاعة الله وعباداته وكثرة تلاوة القرآن والتضرع والاقتراح بين يدي الله ساجدا باكيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره
وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. لكن مع الأسف ترى بعض الناس يجتهد في أوائل العشر وفي أواسطه، وتراه متراجعا إلى الوراء، يتكاسل عن العمل، ربما يذهب مع أهله إلى السوق لشراء لباس العيد والبضائع يوم العيد، ينشغل في هذه الماديات التي لا تساوي شيئا. على العاقل الكيس المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر ليتقرب إلى مولاه تبارك وتعالى. على المسلم عباد الله أن يفر إلى الله، وأن يلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن يتوكل عليه ويعتمد عليه ويفوض جميع أموره إليه سبحانه، وأن ينطرح بين يديه ساجدا باكيا. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، نفوز في الدنيا والآخرة. عباد الله، مغبون ورب الكعبة، مغبون ورب الكعبة من دخل عليه رمضان ثم انسلخ رمضان، موسم البر والإحسان، شهر العتق من النيران، قبل أن يغفر له الرحيم الرحمن. قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. متى يغفر لماذا يغفر في رمضان؟ متى تتوب أيها الصائم إن لم تتب في العشر الأواخر؟ متى تتقرب إلى الله جل وعلا إن لم تتقرب في هذه الليالي إلى الله التي هي فيها ليلة خير من 1000 شهر؟ ومن حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الصائمون، إن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. إن لله في كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك يا رب العالمين. ولكن هل أنا وأنت من العتقاء من النار؟ علينا أن نجتهد في هذه الليالي المباركة المرجوة، في هذه الليالي التي كان صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى مولاه جل في علاه بأنواع الطاعات والعبادات والتضرع والتذلل والانكسار والانطراح بين يدي ربه ساجدا باكيا. إن الله جل وعلا ستار العيوب غفار الذنوب، كم يسترك وأنت تعصيه، كم يسترك وأنت تعصيه. أما آن لك أن تتوب إلى الله؟ أما آن لك أن تتضرع إلى الله؟ أما آن لك أن تخشع قلبك، أن يخشع قلبك؟ كان في
زمن نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام قحط شديد وجد شديد، وذهب نبي الله موسى مع بني إسرائيل لصلاة الاستسقاء، فصلى بهم صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فكان نبي الله موسى كليم الله، فقال موسى لربه: يا ربي صلينا صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر، فقال الله جل وعلا لموسى: لأن فيكم عبدا عاصيا. لا إله إلا الله، لأن فيكم عبدا عاصيا. فقال نبي الله موسى عليه السلام ونادى بأعلى صوته قائلا: من كان منكم ذا معصية فليعتزلنا. ففهم الرجل أنه هو المخاطب، فتوجه في قلبه إلى الله جل وعلا، فبكى في قلبه وتاب إلى الله جل وعلا وقال: يا رب لا تفضحني بين خلقك هؤلاء، يا رب لا تفضحني بين خلقك هؤلاء. فأنزل الله المطر، فقال نبي الله موسى لربه: يا ربي أنزلت علينا المطر ولم يخرج العاصي من بيننا. فقال الله: لأنه تاب توبة بيني وبينه، تاب توبة بيني وبينه. فقال له نبي الله موسى: يا رب أريد أن أرى هذا الرجل الصالح. فقال له الله: يا موسى سترت عليه وهو يعصيني، فكيف أفضحه وقد تاب إلي؟ يا موسى سترت عليه وهو يعصيني، فكيف أفضحه وقد تاب إلي؟ هذا هو الله، هذا هو ستار العيوب، هذا هو غفار الذنوب جل وعلا. إن تبت إليه سبحانه يقبل توبتك، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. إن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين، هو أرحم من أمك وأبيك. أيها المسلمون، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، السراج المنير والبشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، في هذه العشر الأواخر من رمضان ليلة هي خير من 1000 شهر. فقال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة كاملة لا تتحدث إلا عن القدر، لا تتحدث إلا عن ليلة القدر. فيا لها من شرف عظيم، فيا لها من كرامة عظيمة. إنا أنزلناه أي القرآن
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أعلمك يا رسول الله ما ليلة القدر. هذا الاستفهام للتفخيم وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. و1000 شهر كم تساوي عباد الله؟ تساوي 83 عاما و4 أشهر. تساوي 83 عاما و4 أشهر. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيه ممن قام إيمانا واحتسابا فغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، اسمع، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. هذه الليلة هي ليلة كريمة يا عباد الله، هي ليلة عظيمة أيها الصائمون. علينا أن نشمر وأن نجتهد في طلب هذه الليلة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا هذه الليلة المباركة العظيمة المرجوة ليغفر لنا الذنوب ويستر لنا العيوب ويكشف لنا الكروب ويكشف لنا هذا الوباء كورونا وإلى غير ذلك من الأوبئة. أيها المسلمون، علينا أن نتضرع إلى الله جل وعلا وأن نتذلل بين يديه وأن ننطرح بين يديه ساجدين باكين. اعلم أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله، ويقول كما في الصحيحين: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. علينا أن نجتهد في هذه الليالي المباركة العظيمة أيها الصائمون. وصلوا وسلموا على من أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة العظيمة وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا يا الله يا الله. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على البشير الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.